你好，女产播药。你好，你真木呀。你好，女产播药。你好，你真木呀。你好，女产播药。你好，你真木呀. وانت بتعملي ايه؟ يا بنتي مش احنا رايحين الجامعة المصرية الصينية؟ بحفظ كلمتين كده عشان بقولهم للناس هناك. وانت فاكره ان هم هنا بيتكلموا بالصيني؟ ايوه يا بنتي، امال ايه؟ لا نغم، هم بيتكلموا عادي مصري زيه وزيك. ازاي يعني؟ هي كل الفكره ان دي اول جامعه تنقل التعليم بالصيني لمصر والشرق الاوسط بالعربي يا نغم. فرح ما تهزريش، انا بقالي يومين بحفظ في كلمة عاملة ايه بالصيني. تعالي حتى هقولك، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا اهلا بيكم في ابيسود 1 من كامبوس كلاس. في كل جامعه هتلاقي اتنين مختلفين تماما، في اللي عايز يذاكر ويحقق GPA عالي، وفي اللي عايز يعيش حياته الجامعيه بكل تفاصيلها. بس تفتكروا بقى النهارده احنا بنكلمكم من جامعه ايه؟ احنا النهارده جوه الجامعة المصرية الصينية عشان نتعرف اكتر على الجامعة ونشوف هل فعلا في مكان يقدر يجمع بين الدراسة والحياة الجامعية ولا لا. الجامعة المصرية الصينية بتجمع ما بين الدراسة الأكاديمية في نفس الوقت التطبيق العملي، وده علشان الطالب لما يتخرج يكون مستعد فعلا لسوق العمل. من أول ما بتدخل الجامعة بتحس إن المكان معمول بشكل عملي ومنظم، المباني والقاعات والمساحات، تحس إنك دخلت عالم تاني جديد فعلا. بس الأهم من كل ده إنك تقدر تتصور صور حلوة. بعيدا بقى عن التصوير والمساحات الخضراء، فالأهم بقى واللي عايزة أقوله لك إن الجامعة المصرية الصينية بتهتم جدا إنها تنقل خبرات الصينية للسوق المصري، ودي ميزة مهمة قوي مختلفة عن جامعات كتير. مش بعيد تقابل صينيين فعلا. لكن أكتر حاجة ريحتني هي إن الكوميونتي هنا فعلا مختلف، لأنهم مهتمين بكل حاجة تخص الطلبة، من أنشطة وفعاليات ورحلات وأماكن تقدر تقضي فيها يومك وتستمتع. ولو أنت لسه محتار تدخل كلية إيه، فالجامعة فيها هنا 12 كلية من تخصصات مختلفة ومتنوعة، فسواء كنت أدبي أو حتى علمي هتلاقي فعلا المجال اللي بيناسبك. ودي بقى أحلى حاجة، إن كل واحد يقدر يلاقي مكانه ويبدأ في الطريق اللي شبهه. ميزة الجامعة المصرية الصينية هي إنها بتقدر تجمع بين الرفاهية والنظام التعليمي المتكامل، يعني لو بتدور على حياة جامعية ممتعة فالأكيد إنك هتلاقيها هنا. ولو بتدور بقى على دراسة قوية ومستقبل واضح فبرضه هتلاقيه هنا. قولوا لنا في الكومنتس إيه اللي أنتوا بتدوروا عليه في الجامعة اللي عاوزينها، واستنونا في ابيسود 2 من كامبوس كلاش. وعلى فكرة أنتوا مش مضطرين خالص تتعلموا صيني قبل ما تيجوا. الله يا فرح، تعالي نلعب. نغم احنا عندنا محاضرة. العبي بس العبي. لا اسمعي، العبي المحاضرة مش هتطير. العبي بصي بقول لك عندنا محاضرة دكتور، نجري يلا عندنا محاضرة.